السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم أمة محمد أجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير إن شاء الله. أنا بقالي فترة مش بصور، مش منتظمة في التصوير، بس والله العظيم يا جماعة ادعوا لي على اللي أنا فيه. والله العظيم أنا بجري والدنيا بتجري ورايا، حقيقي فعلا بجري والدنيا بتجري ورايا. أنا والله العظيم بجري في ورق ابني بتاع السفر، بقالي 7 شهور مقدمه له في مكان يسافر فيه دولة أوروبية، وهو عشان له ظروف في عينيه وكده فورقه ما قبلش ان هو يسافر المكان ده، فرجعت قدمت له في دولة عربية تانية. فوالله العظيم انا اخدت الورق ورحت. انا كلكم عارفين ان ابني ليه عين متصفيه، فجيت اقدم الورق، هو مسافر عامل مش مسافر سواق، فبيتحكموا زياده عن اللزوم. فوالله العظيم انا متمرمطه احلى مرمطه. فادعوا لي ان ربنا يهون اموري على خير ان شاء الله، وابني ربنا يكتب له السفر عشان ظروفه ده، عشان يقدر يبني مستقبله. لان النهارده ما عادش اخ يعتمد على اخوه، ولا عاد اخ بيعمل حاجه لاخوه. الحمد لله ولادي كويسين وربنا يبارك فيهم يا رب. بس النهارده كل من له زوجته بتقول له بيتك وولادك اولى بكل جنيه. فالنهارده يوم ما ولادي يتجوزوا كل واحد يبقى له بيت ويبقى له اسره، مفيش حد هيعمل لحد. حتى لو ابني في حنان الدنيا، الكلام اقوى من السحر. يعني لما يكون واحد له زوجه وعايز يساعد اخوه، فزوجته هتقول له لا، بيتك وولادك اولى من اي حاجه. فانا عايزه ان انا ابني له مستقبله وامن له مستقبله، ان هو طالما ربنا ميسر له حاله وعينه التانية تمام وكويسه وبيشوف بيها، عايزه ان انا اشوف له سفريه كويسه وسفريه مرتاحه ان هو يسافر ويشتغل فيها. فانا بجري والله العظيم، سايبه بيتي وسايبه حالي وسايبه طيور ودنيتي كلها. يمكن في ايام ولادي ما بياكلوش فيها لان ما بلحقش اطبخ. اول امبارح انا رحت القاهره طالعه من الساعه 4 الا ربع الفجر، انا صاحيه طول الليل ما نمتش اصلا، عشان المفروض احنا كنا نطلع 3 ونص. فعلى ما العربية جت وابني لبس وكده طالعين 4 الا ربع من قلب البيت، واصلين القاهرة الساعة 7 بالظبط. فجريت على الآخر ما في وسعي، وقدرت إن أنا أمشي الأمور وورق واتمضى وطلع، بس لسه النتيجة ما طلعتش. ربنا ييسر، بالله عليكم كلكم تدعوا له إن النتيجة تطلع في صالحه، في التحاليل والكشف النتيجة تطلع في صالحه، عشان ربنا ييسر له أموره ويسافر على خير ويقدر إن هو يبني مستقبله طول ما هو ربنا عطيه النظر وشايفه قدام منه بعينه السليمة. عشان فيما بعد الدكاترة بيقولوا ان ممكن السليمة التانية تسحب منها. فابني محتاج تركيب قرنية. القرنية ديت بتتكلف، ممكن تكلف لها 1,000,000 جنيه. ابني بمعنى اصح عايز عين سليمة، يعني عايز عين سليمة. فانا مفيش في استطاعتي ان انا اركب لابني عين سليمة، فانا بقول يسافر حتى لو هيشتغل سنة واتنين وتلاتة ويقدر يلم حتى حق العملية، اعمل له بها العملية. مش والله العظيم انا مش طالبه من ربنا حاجه كبيره، انا طالبه من ربنا بس ان هو ينور له بصيرته ونظره، ان هو يقدر يمشي بعينه السليمه لو هيلم حتى حق العمليه. احنا جوزي راجل ميكانيكي، وانا زي ما انتم شايفين شغاله في الطيور، فما فيش استطاعه على العمليه زي دي. انا بتكلم مع اخواتي وحبايبي، ما فيش استطاعه عندي للعمليه زي دي. العمليه بتتكلف كتير. يعني انا لما جيت اكلم المستشفى اللي انا كنت متعامله معاها وشغاله وبروح اكشف على ابني فيها، قال لك عشان نطلبها من بره نطلبها بالدولار، لانها مش متوفره هنا، مش متوفره. قالوا لي مش متوفره. قالوا سالنا، يعني انا كان حتى مطلوب له عدسه اسمها العدسه البنيه القزحيه، اللي هي تركب عشان يقدر يفتح عينه في الضوء وفي في نور الكهرباء وفي نور ربنا. لان لما بيجي فيه نور قدام منه بيضايقه جامد، هو ما بيشوفش بقى خالص نهائي نهائي. بس لما بيكون في ضوء قدام منه شمس او كهرباء، عينيه بتتقفل تماما، ما بيقدرش يفتحها لان هو عنده العصب بتاع عينه مات. فالعصب مات والنن بتاع عينه اتاكل، مفيش شبكيه نهائي، الشبكيه انتهت، حصل ضمور في القرنيه بسبب ان هو السبب الاساسي لابني ان هو كان اساسا كان متعور في الورشه. اولا كان شغال بالصاروخ، فطار حته حديده في عينه شقتها نصين، عالجتها صرفت عليا 500,000 جنيه، ورجعت عينه طبيعيه تاني واشتغلت وبدا يشوف بيها. فكان هو في ثالثه اعدادي، الكلام ده من حوالي 5 سنين او 6 سنين، كان في الامتحانات وكانوا بيجمعوا المدارس مع بعضها. في ثالثه اعدادي يمتحنوا في مكان واحد، يعني مثلا كل مدرسه فيها 50 طالب او 60 طالب، فمش هيوقفوا المدرسه على 50 60 طالب، فكانوا بيجمعوا كل 3 4 مدارس في مكان واحد. فجمعوا 3 4 مدارس على المدرسه بتاعتهم وجم امتحنوا مع بعض. فكانت بنت اختي في نفس السنه اللي ابني فيها، فدخلوا عشان يمتحنوا. ففي اولاد من مدرسه تانية قل ادبهم على بنت اختي وعكسوها، فهي شتمتهم قاموا ضاربينها.
فابني جاي على المنظر وهو بيضربه بنت خالته، حتى لو كانت مش بنت خالته ايا كان بنته قدام منه وزميلته بتنضرب، فلازما دمه يحتر عليها، او ان هو دمه الحر بقى، وان هو يلاقي بنت بلده بتنضرب فلازما ان هو يدافع عنها. فلما لقى بنت خالته بتنضرب فاتلم على العيال دي ضربها، ففضلوا عاينين له الموضوع ده سنة واتنين. فلاجل الحظ ان هو يقدم في المدرسة اللي فيها العيال ديت، ياخد فيها 3 سنين دراسة عشان هو يبقى في الورشة مع باباه، فمش هيروح للدراسة. فالمدرسة ديت هيقدم فيها منازل وايه، ويروح على الامتحانات بس، ما فيش اكتر من كده، وهياخد الدراسة 3 سنين بتوعه وهو قاعد في البيت يروح على الامتحانات. فلاجل الحظ احنا مش في دماغنا حاجة، والموضوع اتنسى خلاص ان هو ضرب العيال ديت بناء ان هم ضربوا بنت خالته او ايا كان اي بنت يعني موجودة. فهو دافع عن بنت، عن شرف بلده وشرف المكان اللي هو عايش فيه. فالمهم عنوا له الموضوع ده سنة، والتانية اتلموا عليه وهو بيروح واحد صاحبه بالموتوسيكل بتاعه، كان عنده شاري موتوسيكل جديد، فبيروح واحد صاحبه طالعين من الامتحانات، بيروح واحد صاحبه الكلام ده كان في امتحانات الترم الاولاني بتاع سنه تانية تجاره. هو كان مقدم دبلوم تجاره منازل وخلص هياخد شهاده عشان الجيش، وعلى كده هو بيشتغل في ورشه. فهو في الترم الاولاني بيروح زميله، فهم اتلموا عليه 4 وقفلوا على الطريق. بعد ما روح زميله وراجع، او هو زميله لسه معاه، اتلموا عليه وهو على الطريق. بيروح زميله قاموا واقفين ال4 قدام المكنه وهو ماشي، فاجباري هيقف 4 واقفين قدام منه، فلازم يقف عشان ما يخبطش حد فيهم. فوقف، مسكوا ببعض، شدوا مع بعض في الكلام، دوروا الضربه ببعض، فهو ربنا يعينه وقدر ان هو يضربهم هو وزميله. فاتلموا في مكان في دخلة العزبة بتاعتهم او البلد بتاعتهم، فالناس كلها طلعت حريم ورجاله، طلعوا على ابني، اللي طالعه بكبشه واللي طالعه بخشبه واللي طالعه معرفش بايه، حريم. استغفر الله العظيم، ما اقدرش اقول عليهم لفظ عشان انا بصور، ما اقدرش اقول عليهم لفظ وحش، بس انا ما قلتش غير حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي حصل في ابني. فمنهم ولد زميله من ضمن ال4 اللي بيضربوا، زميله في الفصل وفي المدرسه اللي كان ضارب اساسا بنت اختي وهو ضربه، فهو برضو اللي بدأ المشكله المره دي. فابني مسكه ضربه وعلى جيد بقى الحريم. فالحريم اخو الواد الكبير ده، اخو الواد اللي ابني ضربه وهو ضرب ابني ده، فاخوه الكبير جه راكب عربيه وجاي، فحماته بتقول له الواد ده شتمني، حابه تكبر الموضوع، قال لها انا شتمتك يا حاجه ولا كلمتك؟ قالت له اي الواد ده شتمني. قام جاي 3 في 3، قام ماسك ابني دور الضرب فيه. التاني عنده 25 سنه وابني كان عنده في التوقيت ده حوالي 16 سنه، يعني 25 سنه من 16 سنه، فرق 9 سنين يقدر لابني برضه. التاني جثه وكبير وابني عنده 16 سنه، فرق جامد يقدر له. فالمهم اتهجم على ابني، ضرب ابني، فكان بيخنق في ابني، فابني ربنا اداه العزم وقام ضربه بالرجل في وسطه من تحت، اكيد يعني فاهمين الكلمه، ضربه في وسطه من تحت بالرجل قلبه على ظهره. فابني منه خنقه، فكانت مش قادر يتنفس، على ما قدر يقوم ويفوق لقى التاني جاي له من ورا، قام خنقه بايده وقام ضربه بالبوكس في عينه. فضربه في عينه اللي انا صلحتها، اللي انا قعدت اعالج فيها 4 سنين لما رجعتها لطبيعتها. فضربه بالبوكس في عينه ولابس خاتم في ايده، وضربه بالبوكس في عينه، قضاله على عينه تماما. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، يحاسبه ربنا في صحته وفي عافيته بس، مش في حاجه تانية، لان هو ظلم ابني وحطمه. وبجري في ورق ابني بقاله سنين، مش عارفه اعمل له اي حاجه، مش عارفه حتى ان انا اعمل له وظيفه حتى ان هو يعيش منها فيما بعد. هو حطم ابني وحطم مستقبله. ولد شباب زي ده، وابن حاليا عنده دلوقتي 20 سنه. الحادثه دي بقالها 5 سنين، لان هو كان لسه في بدايه السنه 16، بقالها 5 سنين الحادثه دي. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه، دمر مستقبل ابني، بس هو يعني قضاء ربنا وقدره. فانا بجري في ورق ابني، اللي بتمناه من ربنا ان هو يقف جنب ابني، ان هو ورق السفر يخلص على خير، عشان انا زي ما قلت لكم ان هو انا نفسي حتى ان هو يكون حق، يلم حق العمليه بس. ان انا مش هقدر اقول لحد لو يعني لو في ولد متوفي في حادثه او كده، حصل كتير حوادث عندنا صلي وشباب، على عليه محمد. والسلام، وشباب ماتوا في حوادث وعارفين ظروف ابني، بس انا ما اقدرش اروح اقول لواحد اديني عين ابنك وهو متوفي، ما اقدرش، ما يجيليش قلب ان اروح لواحد ابنه متوفي او بنته متوفيه في حادثه واقول له اديني عين ابنك اركبها لابني، ما اقدرش، ان ما كانش هو اللي يفرضها عليا انا ما اقدرش اطلبها منه. فابني عايز عين سليمه او عايز قرنيه على بعضها، والحاجه ديت بتتكلف تكاليف مستشفى، تكاليف ان انا اشتري القرنيه او اشتري عين سليمه بتتكلف كتير جدا جدا. زي ما قلت لكم الدكاتره قالوا انها بتنطلب بالدولار، فانا ما عنديش استطاعه لتكلفه زي دي. يعني انا ما رحت اكشف عليه امبارح اول امبارح كشف السفر،
فطلبوا مني نضاره. طب هو لو عمل النضاره مش هيشوفها الا باليمين بس، حتى لو ركبت له عملت له النضاره، لان انا عارفه الدنيا فيها ايه. فرحت للدكتور، دخلنا كشفنا، الكمبيوتر ما قرأش العين الشمال تماما، لان المصابه العين الشمال قرأ اليمين. 6/6 الشمال منتهيه تماما مطفيه في جدار واقف قدام الكمبيوتر، ما قرأش العين لان القرنيه منتهيه. فالحمد لله انا بقيت واقفه قدام مدير المستشفى اللي فيها الكشف الطبي بتاع السفر، انا بقيت مت من العيط. انا مت من العيط قدام منه، قلت له راعي ربنا في ابني وبص له بالرحمه، وبالله عليك وحياه ربنا وحياه حبيبك النبي تراعي لابني كانه ابنك الصغير، وتبص له بعين الرحمه. انا مش هعيط، لان انا لو عيطت هعيط كتير، فانا ماسكه نفسي. بص له بعين الرحمه والرأفه، ان انت تقف جنب ابني، ان هو اعتبر ابني بيبني مستقبله وانت هتكون سبب فيه. فقال لي طب ماشي اتفضلي اقعدي في الاستراحه وانا هعمل اللازم. فلقيت بتاع الاستقبال طالع لي، قال لي خلاص يا ام محمد الدنيا تمام والامور هتمشي. قلت له ماشي، انا ممكن ادخل له اشكره، انا لسه ما اعرفش النتيجه. هو قال لي تمام الدنيا تمام، بس انا لسه ما اعرفش النتيجه، النتيجه هتبان يا التلات يا الاربع. فقلت له تمام ممكن ادخل اشكره، انا ميته من العيط، فاصله خالص تماما ميته من العيط، وابني حالته تصعب على الكافر. حالته كانت وحشه جدا جدا، لانه يعني كل يوم يروح يكشف يتصدم بنفس الكلام، لان هو الكلام هو عارفه بس كل يوم الناس بتواجهه بيه، فبتصعب عليه نفسه ان هو ماشي بعين واحده. فانا دخلت للمدير تاني قلت له بص انا مش هقول لك غير كلمه واحده، كلمه شكرا دي مش من حق، مش بص ما تكفكش اللي انت هتعمله مع ابني، مش هي مش كفايتك، ولا هي حقك الطبيعي ان انا اديهولك، بس هقدر اقول لك كلمه واحده بس، ربنا يكفيك شر طريقك ويسهل لك امورك، وما يحكم فيك حاكم ظالم. وبقى مستغرب بالكلام اللي انا بقوله له، قلت له ربنا ما يحكم فيك حاكم ظالم، ده اللي انا اقدر اقوله لك. الطيب اللي انت تعمله في ابني ان انا ادعي لك طول ما انا ماشيه، ادعي لك، وربنا ما يحكم فيك حاكم ظالم. الكلمه دي كبيره يا جماعه وثمنها كبير جدا جدا لام موجوعه عشان ابنها. انا بتكلم معاكم انا دموعي نازله بس مش عايزه ابين. انا موجوعه عشان ابني، انا بقالي 6 سنين بعاني من الموضوع ده، او 8 سنين في حادثه عينه الاولانيه، وجي بقى ابن الحرام اللي كمل عليها بعد ما عالجتيها وبقت تمام وبقى يشوف بيها تمام 100%. خلاص ابني ما عادش عنده عصب في عينه، حصل عنده ضمور في عينه، ضمور في الشبكية، القرنية انتهت. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا يمكن احسن من غيري كتير، واللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. فبطلب منكم الدعاء لابني ان ربنا ينور له بصيرته، وان هو ورقه يخلص على خير، ومش عايزه اكتر من كده، انا مش عايزه اكتر من كده. ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب، اللهم امين. ويفادي كل ام يفادي لها ابنها، ويا رب ما يوجعش قلب ام على ضناها ابدا. انا يوم ما كنت في القاهره لقيت ابني الصغير بيرن علينا، واحد صاحبه صاحب احمد ابني، ربنا يعافي ولادنا جميعا يا رب، ما يوجعش قلب والده على ولدها ابدا. بيقول لاخوه فلان الفلاني عمل حادثه وفي العنايه المركزه. طب هو ظروفه ايه؟ قال دخل في عمود كهرباء هو وواحد راكب وراه منه بالموتوسيكل، دماغه اتفتحت نصين والمخ بتاعه طلع على العمود، لزق على العمود. فقلت له خلاص هو يعتبر هو حاطينه على الاجهزه بس كده رسميات، ما هو متوفي. الساعه 10 بالليل جالنا الخبر ان هو توفى. فربنا يصبر ابوه، هو والدته متوفيه، لا ليه ام تبكي عليه ولا ليه اخت تبكي عليه. ربنا يرحمه يا رب ويدخله فسيح جناته يا رب، اللهم امين. والكل يدعي له بالرحمه وبالمغفره ان ربنا يرحمه ويغفر ليه يا رب. هو عنده 15 سنه لسه يعتبر طفل، فربنا يرحمه ويرحم اموات المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. انا بعتذر لو طولت عليكم الفيديو او ان انا صدعتكم بكلامي، بس انا يعني عشمي فيكم كبير بعد ربنا ان انتوا تدعوا لابني ان ربنا ييسر له اموره ويرزقه بحد ابن حلال يقف جنبه ان شاء الله، ويرزقه بشغل كويس، ان هو يسافر ويرزقه بشغل كويس، ان هو حتى لو هيلم تكاليف العمليه ان هو يعمل عمليه وما يبقى شايف بعينين الاتنين، ان شاء الله يقدر يبني مستقبله ووص ايه، وربنا ييسر له اموره ان شاء الله. هو ربنا ييسر له حاله ان شاء الله، والنتيجه بتاعته طلعت كويسه، فمحتمل يمشي على الاسبوع الجاي، يسافر على الاسبوع الجاي. ما كانش فيه نصيب يبقى هو قضاء ربنا وقدره ونصيبه كده، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. واسفه لو صدعتكم بكلامي، بس انا كنت مخنوقه ونفسي اتكلم وياكم، لان فعلا انا بقالي كام يوم مش بصور، وحقيقي والله العظيم ما ليا نفس من التصوير ولا ليا نفس من اي حاجه، ويمكن مأهمله في طيوري ومأهمله في بيتي ومأهمله في كل حاجه، لان موضوع ابني ده تعب نفسيتي. انا يمكن بقالي اسبوع بجري على الطريق، بصحى من الفجر بجري على الطريق في ورق ابني. جوزي في شغله لازم يشتغل عشان يجيب مصاريف في الورق والجري والبهدله دي، فانا اللي بجري بابني وانا اللي بسيب بيته وبسيب حالي وبطلع من الفجر. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل.
ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، اللهم امين. ولو مقصره في اي حد، في حق اي حد فيكم في سؤال، او في اي حد طلب مني اي طلب، والله العظيم غصب عني بيبقى غصب عني فعلا. ما بقاش فاضيه، ما بقاش في نت، ما بقاش يعني انا مخلصه نت بقالي يومين، ولسه يعني شحنه امبارح بالليل. فقلت انزل معاكم فيديو النهارده عشان اطمنكم عليا واقول لكم انا دنيتي ايه وظروفي ماشيه ازاي. فالله المستعان. فكل واحد يا جماعه يلتمس ليا العذر. انا هنزل الفيديو ده على جوز القنوات عشان الناس، كل اللي متابعيني على القناه دي والقناه دي يدعوا لابني بصدر رحم وبقلب طيب، ان انتوا تدعوا لابني وتدعوا له ان ربنا يسهل له اموره يا رب، اللهم امين، ويبارك ليا ولكم امه محمد. اشوفكم على خير، ويا رب النتيجه تطلع على خير ان شاء الله، وييسر امورك يا ابني انت وامه محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.